ايضا بخوصه. يعني لا شك يعني وانت مرشح وسابق ويعني واضح انه مرشح مستقبلي، يعني انت مرشح مستقبلي اول شيء باذن الله. باذن الله. وانت ترصد هالواقع هذا، ويعني شنو تقييمك للتحولات اللي قاعد تصير في العلاقه بين الحكومه والمجلس، والمشكله اللي بالكويت اللي يعني كل ما الناس تفائلت انها تنحل او يخف الاحتقان تجدها تشتعل مره اخرى وتتداخل فيها الملفات، يعني الملفات الوظيفيه السياسيه. هو انا اعتقد ان المشكله يعني تترتب في امر واحد بس، هو عدم تطبيق القانون سواسيه او على الجميع. يعني احنا لو نلاحظ ان النواب الثائرين على الحكومه او المعارضين لسياسات الحكومه قاعد يطالبون بامرين. الامر الاول تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، والامر الثاني التعامل مع الجميع وفق القانون واحترام الدستور. للاسف ان الحكومه تعاند، ومو بس تعاند، تستخدم مواطنين اخرين موالين لها في انهم يكونون وقود هذه الحرب بينهم وبين المعارضه. يعني انا شخصيا ماني ضد انه يطلعون اليوم ناس في ساحه الاراده مؤيدين للشيخ ناصر، بل بالعكس احنا نحترم ارائهم، نختلف معاه لكن نحترمه، بس احنا ضد تسفيه الاراء، ضد السب، ضد وضع صور النواب واهانتهم. هذه نقطه جدا مهمه. ايضا ضد انه يشارك اجانب في هذه الندوات. ايضا ضد التعامل وفق معايير خاصه. يعني مثلا ندوه المعارضه ممنوع النقل المباشر، وندوه الموالاه مسموح النقل. هذه كلها تصب في عدم صالح رئيس الحكومه. بعدين احنا مشكلتنا ايضا ما هو في شخص الرئيس. الرئيس هو يقود فريق كامل، اذا فشل هذا الفريق فهو فاشل. فاحنا رئيس الحكومه اعطي فرص 6 فرص سابقه وهذه السابعه، للاسف لم يثبت انه قادر على تحمل هذه المسؤوله مع احترامنا الشديد لشخصه. احنا كمواطنين يجب ان نرصد تغير في حياتنا. احنا ندري ان ناصر محمد ما بيده عصا سحريه حتى يغير هذه الحياه وتكون جميله، لكن ايضا نبي ابسط امور احترام القانون والدستور. احنا الان ما نبي خدمات. يعني تخيل المواطن الكويتي ما يبحث عن كهرباء الحين وهي تنقطع عليه، ما يبحث عن صحه، يبي احترام الدستور، يبي الحفاظ على مكتسباتنا الدستوريه. الان كلنا شفنا حكم المحكمه الدستوريه، حكم المحكمه الدستوريه، واخوي محامي ابو فارس ويعرف اكد 3 امور. الامر الاول هو ان رئيس الحكومه لا يستجوب في الامور الداخله في تخصصات الوزراء، ان الاستجوابات تكون فرادى للوزراء، ان رئيس الحكومه يستجوب على السياسه العامه. والسياسه العامه من شروط الاستجواب ان تكون متصله. فالمال العام، حفاظ على المال العام هو شيء موجود في خطه عمل الحكومه منذ تولي الشيخ ناصر المحمد. اذا المال العام هو من السياسه العامه المتصله. الحكومه فسرت الحكم على كيفها، مو بس فسرت الحكم، ظللت الشارع، بينت للناس. يعني تخيل انت نائب رئيس مجلس الوزراء يبارك لرئيس الوزراء بالحكم. طيب قرار. يعني مع احترامي الشديد، شو ابو فارس؟ قرار مو حكم. إيه. لا، والمصيبه ابو فارس وابو محمد ان اصلا الحكومه لم تحيل الاستجواب بالمحكمه. يعني انتم قاعد تضللون الشارع وتتبجحون بتضليلكم للشارع. الحكومه اجلت الاستجواب وطلبت تفسير بعض المواد، والمجلس ايضا للاسف ان بعض النواب لم يتعامل بمهنيه مع الموضوع. يا اخوان، ممكن تحبون الرئيس تبي توقفون معاه، بس مو على طول الخط. يعني لما توصل المساله الى انه ينسف الدستور، لا، هذا الدستور مو ملكك، هذا ملكك وملك الاجيال القادمه. فالمشاركه في جريمه مثل هذه الجريمه انا اتوقع انها اكثر الاما حتى من سرقه المال العام او من الرشوه. فهذه اللي انا حبيت اكد عليه. بالاضافه الى ان حتى التعامل للحكومه مع الاحالات، يعني شوف الحين موضوع الايداعات البنكيه، شفنا احنا يعني الموضوع البنوك هي اللي احالت النواب. تخيل البنك المركزي اما انه غافل عن قصد او انه ما يقوم بعمله، وهذه بكلتا الحالتين مشكله. احنا ندري ان لو نروح انا الحين للبنك وبودع 3000 راح يقول لي تعال من وين جبت الفلوس؟ فما بالك نائب